ووقف بنا الحديث ولله الحمد عند باب النون والميم المشددتين والميم الساكنة. هذا الباب يقول فيه إمامنا الجزري رحمه الله تعالى: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا، وأخفين الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى، وأظهرنها عند باقي الأحرف، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. أول ما ذكرت من هذه الأبيات هو قول الإمام الجزري: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. أيها الإخوة، إن للنص القرآني خصائص عدة من حيث أصواته. الخصيصة الأولى إطالة المدود التي سنأتي عليها عند كلام الإمام الجزري على المدود. نحن لما نتكلم في كلامنا العادي نمد المد الطبيعي، نقول مثلا ذهب موسى وجاء عيسى، هكذا نتكلم، نمد الألف بمقدارها الطبيعي ولا نزيد على ذلك. لكن في تلاوة القرآن الكريم رويت لنا مدود مطولة عن حدها الطبيعي، سنتعرض لها في باب المدود. هذا هو الخصيصة الأولى من حيث أصوات القرآن الكريم. الخصيصة الثانية أن هناك في لغة العرب حرفان فيهما صوت الغنة الذي تقدم الحديث عنه في مخارج الحروف عند قول الإمام الجزري: وغنة مخرجها الخيشوم. هذا الصوت، صوت الغنة، كانت العرب تستعمله مع حرفين لا ثالث لهما، وهما الميم والنون. فتقول العرب أم وتقول أن، هذان الحرفان فيهما صوت الغنة من الخيشوم، وهو التجويف الأنفي خلف الأنف. كيف نعرف ذلك؟ نعرفه بأمر سهل جدا، وهو سد الأنف. يعني لو أن أحدنا سد أنفه وأراد أن يقول أن أو يقول أم، فإن اختل الصوت فهذا دليل على أن هذه النون وتلك الميم فيهما صوت الغنة. اسمعوني هكذا: أن، أم. الآن نون صافية، أقول أسد الأنف الآن أن، أم، نجد بأن الصوت قد اختل، صوت النون وصوت الميم. لما اختل الصوت؟ اختل لأنني حلت بين جزء من الحرف وبين مخرجه وبين طريق خروجه، وهو فتحتي الأنف. هذا الصوت، صوت الغنة، له قابلية التطويل والمط والزيادة. روي لنا هذا الصوت ممطوطا مطولا إن كان في نون مشددة أو ميم مشددة. قاعدة سهلة جدا: كل ما رأينا نون مشددة نطول الغنة. يعني بدلا من أن نقول من الجنة والناس هكذا مرسلة، من الجنة والناس، نقول من الجنة والناس، نطول صوت النون. بدل ما نقول حمالة الحطب نقول حمالة الحطب. بدل ما نقول في اليم نقول في اليم. وهكذا نطول الميم، نطول زمن الميم، نطول غنة الميم، كما قال الإمام الجزري: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. هذه خلاصة القاعدة الأولى في درس اليوم، أننا إن رأينا ميما مشددة أو نونا مشددة فعلينا أن نطولها. طيب، نطولها بمقدار كم؟ بمقدار كم؟ الغنة لها ضابط سماعي متلقى عن الأئمة، يضبط بالمشافهة، زمنه يتناسب مع سرعة القراءة. اسمعوني جيدا: وامرأته حمالة الحطب، هذا زمنه بهذه السرعة. من الجنة والناس، هذا زمنه بهذه السرعة. فإن بطأت القراءة أكثر طالت الغنة أكثر، وإن أسرعت في القراءة وحدرت قراءتي قصر زمن الغنة. إذن زمن الغنة في النون والميم المشددتين يتناسب طولا وقصرا مع
سرعة القراءة.